بتبدأ الحلقة بسيونج وهي بترقص مع يون هو وهو بيشوفهم وبيتصدم من وجودهم مع بعض وإنها طلعت عرافة وبيمشي ويسيبها وهي بتقعد تنادي عليه بس هو مش بيرد عليها وهو مروح بيشوف جينونج وأصحابه في الشارع وبيضربوا فيه فبيقع على الأرض وبيقول لهم أنا عملت إيه عشان يحصل لي كده؟ أنا ما طلبتش منكم إنكم تحبوني اكرهوني براحتكم بس سيبوني في حالي وبيقعد يعيط تشينج بتشوفه وبيبقى حواليه أشباح كتير فبترمي عليهم ملح وهو بيقول لها ده انتي طلعتي عارفة بجد بقى انتي يمكن حاسة بالشفقة عليا دلوقتي لكن قدام هيبقى حوار انك تشوفيني بتعذب ده ممتع بالنسبة لي امها بتاخد العرافين وبيروحوا البيت المسكون بيلاقوا حد قافل الباب بغرض انه يخلي الروح اللي جوه اله شرير فبيعلقوا تعاويذ كتير على البيت كله وبيحطوا عروسة على البيت وبيعملوا الطقوس بيخلصوا وامها بترجع البيت وبتلاقي سنجاه حزينة عشان عارف انها عرافة وهو بيمسح التعويذ اللي على وش جدته من على الصور تاني يوم سيد الزهور بيسأل سيونج لو كانت شافت جيم هو عند البيت المسكون فبتقول له ورقصنا مع بعض كمان هي قالت ان ده من العرافات اللي بعتلهم بس هي كانت بتر شوية فبيقولوا لها انهم ما عرفوش يعملوا حاجة عشان هي سبقتهم وخلت اي حد هيدخل البيت يتحول لقربان للروح الشرير تاني يوم بيروحوا المدرسة وبيبقى مش عايز يكلمها وجيهو بيلاحظ بس بتقوله ان مفيش حاجة بيقعدوا ياكلوا والمجموعة كلها بتلاحظ بس بيقولوا لهم موضوع شخص بعد الاكل بتاخدهم هما الاتنين على السطح وبتقول لهم انها عرافة وان الروح اختارتها من وهي عندها 8 سنين وهي ما قالتش عشان كانت عايزة تبقى طالبة عادية فبيقول لها واتقربتي مني ليه اكيد عندك سبب وبيسيبهم ويمشي جيهو بيبقى عايز يشرح له بس بتقول له هنقول له ايه انك قررت تموت مش هينفع هو فاضل 5 ايام بس وبعد كده نقول له الحقيقة المجموعة كلها بتمشي مع بعض عشان يعملوا المشروع بس بيلاقوا واحدة في الشارع بتدور في الزبالة على بنتها وأول ما بتلمح ديون بتجيبها من شعرها وبتقول لها يا حرامية والطفل الشبح بيصحى بيروحوا كافيه والطفل مش راضي ينام وبيروح معيط بيكسر الكوباية اللي في ايد غينه فبيتعور وبيبقى ماسكة يونج ايده ما عملتش حاجة بيخلصوا وبيروحوا بس يونج بتروح مع ديون البيت عشان تفهم هو مرتبط بيها ليه وبتلاقي الأوضة كلها عرايس والطفل فيه خيط ربطه بعروسة منهم فبتحاول تشتريها منها فبترفض تماما غيونه بيفتكر لمساتها ليه وبيقول ان كلها تعويذ وبيروح البيت بيشوف المرتب بتاعها فبيرميه تاني يوم في المدرسة صريخ الطفل بيجيب لهم كلهم صداع وغيونه الجرح بتاعه بيجيب دم بيروحوا المكتبة عشان يكملوا المشروع والطفل بيبص على غيونه فهي بتقوم تلمسه عشان تحميه فبيروح حاضنه وبيقول لها طول الوقت وانت بترمي عليا تعويذ والطفل بيصرخ وسندات المكتبة بتقع عليهم فهو بيحميها وبيودوها على المستشفى وهي بتفكر ان قوتها كده اختفت وما بقتش قادرة تحميه وبتتوصل ان ده عشان هو بيكرهها وبتبقى محضرة تعويذة ليه فجيهو بيقول لها انا هحطها له في هدومي بتجيلها في المزار الست اللي كانت بتدور على ابنها وبنعرف انها سقطت في الشهر الاخير ولقت عروسة فحطتها في عربية الطفل وقالت ان ده طفلها فبيجي في بالها العروسة ام فستان ازرق اللي الطفل مرتبط بيها فبتسألها على شكلها وبتطلع هي فبتطلع جري على بيت ديون جيهو بيحط التميمة في جراب غيونو وبيرد على التليفون بتاعه بالغلط وبتبقى اتش اللي بتتصل وغيونو بيجي يزعق معاه وبياخد التليفون سيونج بتقول ديون ان العروسة ملعونة هي مش بتصدق فبتقول لها انت مش بتشوفي كوابيس فيها طفل بيصرخ وساعات كتير بتحسي بالصداع جيهو بيسمعه وبيقول ما تخافيش تعسي هتعدي المستوى اللي انت عايزاه فبيقولوا انت ليه بترد على مكالمات زي دي اصلا فبيقولوا انها صديقة قديمة واتأذت بسببه وبيقول له خليهم بعيد عني احسن سيما بتقول لها لازم تسيبيها فهي بترفض فبتقول لها اللي هيتسبب لك في صداع ممكن يقتل حد من صحابك فبتقول لها ما عنديش صحاب فبتقول لها انا صاحبي اعتبريني صاحبتك وبتاخد منها العروسة وبتطلع ان امها رمت العروسة فالست دي لقيتها وخدتها على انها ابنها وفي مرة ديون وهي راجعة شافتها في العربية فخدتها وسيونج مروحة بتلاقي جيو مستنيها وبيقول لها انه عايز يبقى التميمة الحارسة بتاعت غيونو وبيبقى صعبان عليه يموت وهو شايفه لوحده وحزين على طول كده فبتكتب على جسمه التميمة وبتقوله دور على حاجة عندك ليها عينين وبق ومناخير عشان تحميه وانت بعيد عنه فمش بيلاقي غير لعبته المفضلة فبيضغط على نفسه وبيقوله هرجعك قريب وبيروح يديها له وبيقوله خلي بالك منه عشان هو عزيز عليا وبيحضنه وبيمشي سينجا بتدور على الست عشان العروس فبتلاقيها قدام بيت غينوم فهو بيشوفها بتعيط
فبيقف جنبها لحد ما بتبطل عياط وبيقول لها ما تلمسيش الزبالة تاني وبيمشي. بس يونجا بتروح تحط العروسة في العربية وبتقول لها ايه ده بنتك حلوة قوي. فبتبص بتلاقيها بتفرح جدا وبيبقى الولد عايز مامته ومرتبط بيها فبتاخده وتمشي والدنيا بتمطر وهي بتشوف مرطب الشفايف بتاعها مرمي في الزبالة فبتقعد تعيط جامد وهو بيقف لها بالمظلة وبتخلص الحلقة. لو عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب واشوفكم في ملخص تاني. سلام.